السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد كنتمنى يعجبكم وما تنسونيش من لايك وبارطاج. الله يجازيكم بخير. اليوم غنحضر معكم واحد اللاطه ديال الكابيله في الفرن، كتجي بنينه ولذيذه ما تشبعوش منها. للشرموله غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس والثوم محكوك، عصير ديال الحامض، من بعد نضيف التوابل اللي هي الملح، التحميرة، كمون، كركم، الزنجبيل، وقليل من الابزار، شويه ديال الزيت، تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء باش نخلط به هذيك الشرموله. نص كاس تقريبا نخلط به هذيك الشرموله على هذا الشكل هذا، نخلطها مزيان ونشرمل به هذيك الكابيله ديالي. نبدا ندخل ديك الكابيله على هذا الشكل، هذه كتكون مغسوله ومنقيه من الشوك مزيان على هذا الشكل. كندخل في هذيك الشرموله كامله. صدقوني جات غزاله وجات لذيذه في الفران، الدراري الصغار ما شبعوش منها. كنبقى مستمره انا على هذا الشكل تنكمل الكابيله اللي عندي كامله على هذا الشكل هذا. كناخذ واحد لاطري غتدخل الفرن، كنستفها واحد الطاطا دواور اللي سلقتها نص سلقه، كنستفها دوائر على هذا الشكل هذه نستفها. ممكن ديروا البصله، انا كاع ما درت البصله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك وبارطاج. ما عرفتش علاش كيدخلوا ما كيتفرجوش في الفيديو كامل، غير كيدخلوا كيخرجوا وما كيحطوش لايك. واش ما كيعجبكمش المحتوى ديالي ولا شنو؟ وكنتمنى يعجبكم وتحطوا لايك وبارطاج، وشكرا لكم. على هذا الشكل هذا كندير مطيشه هي دوائر على هذا الشكل. من بعد كنضيف الفلفل حتى هي دوائر. ومن بعد كنضيف الكابيله ديالي حتى هي من الفوق على هذا الشكل هذا، بحال هكا حتى هي نستفها. كتجي زوينه في الفران. كل ما كانت كابيله كبيره كتجي زوينه. لا حتى هاد الطريقه جات، حتى هادي جات زوينه، واخا كابيله صغيره جات زوينه صراحه. كنستفها كامله على هذا الشكل هذا في اللاطه فوق من الخضر ديالي. كنضيف دوك الفلفلات اللي بقاو من الفوق، وديك المزيود تاع الفلفل الحار حتى هو من الفوق. على هذا الشكل هذا. ديك الشرموله اللي بقات في الطبسيل ما نلوحوهاش، كنضيف لها داك شويه الزيت اللي بقى وواحد شويه تاع الماء وكنخلطها ونضيفها من الفوق، وكندخلها للفران حتى طيب مزيان. دابا غندخلها للفران طيب ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا ملي طابت ما صورت، سمحوا لي ما صورت، كيحساب لي صورته ولكن الفيديو ما عرفتوش فين مشى ليا. وكنتمنى يعجبكم والى اللقاء.